تحية طيبة لكل وحدة راهي تتابع فيا، وأهلا وسهلا بكم نورتوني في قناتي ونصلوا كاع على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم حباباتي بغيت نبدأ معاكم بواحد الدردشة خفيفة من القلب على القناعة، لأنه الصح والبركة دايما تكون في الرضا باللي قسمه لينا ربي. الحياة والماكلة ماشي دايما بالدراهم الكبار ولا الزواق الزايد، الحياة هي الهنا، وهذيك لما اللي تكوني ملمومة مع العائلة تاعك والماكلة اللي تاكليها فرحانة بيها وراضيين. القناعة هي اللي تجيب البركة للدار، الله خواتاتي هي اللي تجيب البركة. وكي يكون الخاطر شبعان حتى أبسط الأشياء نفرحوا بيها وتجيب نتاع عسل وتفرح لك كاع العائلة تاعك ويكونوا فرحانين والقلب يكون هاني. ومادام رانا نهضروا على الرضا، جيت نوريكم روتيني في صالتي. هذه الصالة اللي هي نجتمعوا فيها، وهي او ميم طون شومبرا تاع بناتي، فيها يقروا دروسهم وفيها يتفرجوا، وفي الليل نتلموا كاع العائلة تاعنا ونتعشوا وهما يرقدوا. وراني عارفة بلي كاين كاع الناس كيما كيفي صالتهم هي كاع دارهم. الواحد فينا لازم زعما تكون مرا شاطرة ومنظمة وتعرف كيفاش تسير بلاصتها وتخليها دايما نقية. وشوفوا معايا كيفاش راني نرد فيها، لأنه الراحة تبدا بالنشاط واليدين الحارين. إلا تكوني حارة ماشي بالمبل الغالي، ولا زعما باش تكوني الله الله. كاين ناس عندهم مبل غالي وكاع، بصح القضيان غير ما يجيب ربي. المهم المرأة قافزة هي اللي تصنع من القليل الحاجة الكبيرة وتخلي دارها تفحفح وريحتها شابة. هذا الشقاء هو اللي يخلينا نحسوا بالراحة في الليل كي نجتمعوا كاع ونشوفوا الدار نقية. وراني نولف في بناتي بلي الدار هي ستر ولازم نتهلاو فيها بالرغم كل شيء، ماشي زعما نولفوهم غير واي واي. اللي بنادم يعرف باللي اليوم كاين وغدوة ما كانش. المهم القناعة، نعلموا ولادنا باش يقنعوا ويعيشوا على حسابهم. ومور ما كملت الروتين جيت نوجد معكم هذا الطبسي تاع السلطه بالبطاطا بلافوكا اللي شفتوه في البدايه. اول حاجه درتها فيت البطاطا بقشورها وملحتها، ومنين طابت نقيتها وحطيتها في الصحن وزدت فوقها المايس والبصل الاحمر مقطع رقيق والزيتون الكحل والطماطم تاني مقطعه صغيره، ومعاهم كانت عندي ديك حبيبه تاع لافوكا زدت قطعتها معاهم. وهنا راني نوجد في لاصوص اللي غادي تعطيها بنه كراف. عصرت حبة تاع ليم، زدت عليها كمية تاع زيت زيتون، وزدت عليها المعدنوس مقطع تاني رقيق، ومغيرفة كبيرة تاع المايونيز وشوية فلفل أسود، وضربت كلش بالفوي غاية حتى تولي لي كريماز. جبت هذاك الصحن تاعنا تاع الخضرة اللي كنت موجداته وزدت عليه بواطة تاع الطون تاع الزيت، وفرغت ديك لاصوص. باش نقولكم البنة يا سلام والله لا خرجت بنينة عسل. وراني نحط فيها غير بشوية حتى تدخل كاع لاصوص فيها. وقدمتها في طبسي وزينتها بالبيض مقطع وزدت عليها داك المايس زعما غير زعما ديكور وصايي والزيتون. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفه. مع الصيف راه جاي كاع هذا ما يلغي غير سلطه. شكون يبغي ياكل لك المراقي ولا ياكل لك والو، غير السلايد ولا كاش حاجه مقليه ولا. وفي الاخير نتمنى هذه الهضره وهذا الروتين يكون عجبكم وعطاكم طاقه ايجابيه. ميرسي عليكم اللي قعدتوا معايا حتى لدروك، عطيتوني من وقتكم وتابعتوني للاخير. وما تنسوش تدعموني بالاشتراك باش تكبر لمتنا. خليتكم في امان الله وحفظه، والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.